مامتي من حوالي أكتر من 7 سنين، وللأسف بابايا خدني من مامتي وعشت معاهم، وطبعا عايشة مع مرات أبويا. طبعا انتوا عارفين معاملة مرات الأب بتكون عاملة ازاي، بس للأسف أنا بستحمل لأني هعمل ايه. ياما نفسي أروح وأعيش مع مامتي، بس للأسف بابايا رافض ومش راضي يخليني أعيش معاها، رغم ان أنا من جوايا هموت وأروح أعيش مع ماما، لأن مامتي ما اتجوزتش وقاعدة في بيت أهلها ولوحدها، وأنا كنت حابة أبقى معاها، بس هو فضل ممانع كده، وأنا من جوايا كنت ببقى متضايقة. المهم ان الوضع فضل مستمر على كده لحد فعلا لما دخلت والدنيا دي كلها وما اتكلمتش معاها وكده. بعد حوالي كام يوم ولا حاجة وانا طالعة في الوقت ده، لقيت مرات ابويا واقفة مع ابن الجيران ده على السلم. فقلت لهم هو في حاجة ولا ايه؟ انتوا مالكم واقفين كده ليه؟ قامت قالت لي انا مش عارفة انتي بتطلعي لي منين والله. ايه يا بنتي انا خلفتك ونسيتك وانتي كل شوية تطلعي لي كده وتقولي لي الكلام ده؟ هو في ايه وانا صغيرة ولا ايه؟ قلت لها انا ما قلتش حاجة غلط يا مرات ابويا، انا كل اللي قلته لكم هو انتوا مالكم واقفين كده ليه؟ خير يعني في حاجة؟ لو في حاجة ساعدكم فيها ساعدكم، انتي اللي فهمتي الموضوع بطريقة غلط، ولا فهمت ولا ما فهمتش، انتي اللي دايما واقفالي على الواحدة كده وعاملة معايا كده. انا مش فاهمة انتي بتعملي معايا كده ليه بجد، انا ما بقتش فاهماكي خالص. فقمت قلت لها والله انا مش قصدي حاجة ولا نيتي وحشة ولا فكرت بالتفكير ده كله اللي انتي فكرتي بيه. انا كل تفكيري ان في حاجة بعد الشر حصلت وحشة وعشان كده واقفة، او ممكن يكون حصل حاجة مع بابا وعشان كده بسألك. قامت قالت لي لا لا مفيش، وبلاش بقى تقعدي تعملي اللي انتي بتعمليه ده، خشي. هو في ايه؟ انا مش عارفه اقف براحتي، مش عارفه اتكلم كلمتين، مش هعرف انزل، مش عارفه اروح، مش عارفه اجي عشان حضرتك قاعدالي وكبت على نفسي كده. هو في ايه؟ المهم انا بصراحه اتضايقت جدا من كلامها، وقمت دخلت على جوه وانا متضايقه، وخصوصا ان هي كلمتني بالاسلوب ده قدام الشخص ده. اللي هو تكلمني كده ليه اساسا قدام حد؟ المفروض الكلام ده يكون بيني وما بينها، لكن مش تكلمني بالطريقة الرخمة دي ويبقى قدام حد بالشكل ده. المهم عديت وفضلت اعدي وفضلت اسكت، وانا من جوايا حزينة ومتضايقة قوي، لحد ما جه ابويا سألني وقال لي يا بنتي هو انتي مالك فيكي ايه؟ انا حاسس كده ان انتي